بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعي مطبخ الهوانم، النهاردة قررت أعمل أكلة جميلة خفيفة على الفطار لتنقية وتهدئة الجهاز الهضمي. حطيت شوية مية على النار في حلة، وحطيت بصل أو ورمة، وقبل ما أحط البصل وقبل المية ما تغلي حطيت نص ليمون. وآدي المكون بتاع وجبتنا النهاردة: فول نابت نقعته من 3 أيام أبيض بلدي زي الفل. بعد ما غلي البصل غلوتين حطيت الفول، لما دخل في السوا حطيت كم فص توم كده زي ما انتوا عايزين، وبعدين شوية توم مدقوقين بملح بس علشان مية الفول النابت ما تغمقش. بالمناسبة النص ليمونة اللي انا عصرته في البداية لازم يتحط قبل المية ما تغلي علشان الفول يغمق ميته لو ما تحطش عليه ليمون منعا للأكسدة. جبت طماطم شقتها بالطول 4 6 8 فصوص كده متقطعين، حطت لها ملح وكمون بس وشوية شطة عشان احنا عيلة بتحب الشطة. حشيت الطماطم بالبقدونس واكتفيت بالتتبيلة دي، ما حطيتش توم. انا بعملها بالثوم والفلفل الاحمر او الاخضر والبقدونس، لكن كمية الثوم اللي موجودة في الفول النابت كفاية. بعد ما عصرت كمية ليمون حشيت الطماطم، حطيت في كل طماطماية شوية ليمون، ودلوقتي بنحضر الطبق. في كل طبق حوالي 2 معلقة ليمون. الأكلة دي بيبقى معاها خس، بصل أخضر كرات. بنحط التحبيشة أهي عبارة عن كمون، شوية شطة حسب الرغبة، 1 أو 2 معلقة زيت من نوع جيد. شير ولايك وتفعيل الجرس، وقولوا لي بتكلموني من أي بلد يا حبايبي، وتعرفوا الفول النابت ولا لأ، أو شوربة الفول النابت. دي موصوفة بقى للي معدته تعباه واللي جهازه الهضمي مش هادي، وموصوفة للي عنده برد، بالثوم والكمون والليمون والبصل والثوم المصري اللي ملهمش زي دول، عبارة عن مضاد حيوي طبيعي يا جماعة. وجبة جميلة وخفيفة وسريعة. ماما وجدتي الله يرحمهم كانوا بيعملوها كل فترة علشان معدتنا تبقى منتظمة. الفول زي الزبدة، حتة خاصة حلوة، والله جربوها مش هتندموا. العيش البلدي اللي على سفرة الهوانم دايما مفيد ويعتبر دايت. وادي الطماطم المخللة التحفة، وبألف هنا وشفاء يا حبايبي.